بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم سنبدأ بتقديم دروس فيما يخص تربية النحل، والدرس الأول سيكون بإذن الله كيفية أو شروط إنشاء منحل. يعني لإنشاء منحل يجب أن تتوفر بعض الشروط لكي يكون المنحل ناجح، وكذلك يكون المشروع ناجح سواء كان مشروع صغير أو كبير. نبدأ من هذه الشروط. رقم 1: يجب توفر مصادر حبوب اللقاح والرحيق يعني في هذه المنطقة، مثل موالح البرسيم، أشجار الكينا، الكاليتوس، وإن أمكن أشجار السدر. مهم اختيار يعني منطقة رعوية يكون فيها مرعى جيد للنحل، ويكون كذلك مرعى متعدد الأزهار. هذا الشرط الأول. ثانيا: يكون مصدر للمياه، لأن النحل يحتاج بكثرة الماء في فصل الصيف لاحتياجاته في الخلية. كذلك ثالثا: يستحسن أن يكون هذا المكان الذي اخترناه بعيد عن المساكن، على الأقل 300 متر أو 400 متر. كذلك يكون المنحل أو المكان اللي اخترناه للمنحل يكون بعيد عن الأماكن التي بها روائح كريهة، وكذلك تكون بها أوساخ، ويكون كذلك بعيد عن مخازن مبيدات إلى آخره، خاصة في المناطق الفلاحية. رابعا: كذلك من الشروط أن تكون هناك طرق سهلة، يعني طريق سهل يوصل لمكان المنحل. خامسا: من أهم الشروط كذلك أن يبدأ النحال المبتدئ بعدد قليل من الطرود أو الخلايا، مثلا يبدأ ب2 أو 3، ثم عندما يتعلم جيدا تربية النحل يكثر من الخلايا، كما نقول على حسب قدرته في تربية النحل. سادسا: من الشروط كذلك أن يسوي النحال أرض المنحل جيدا، يعني ينزع الحشائش، ولا يختار أو لا يوضع خلاياه في منطقة فيها ركود للمياه أو وديان إلى آخره. الشرط السابع: زرع مصدات رياح من الغرب ومن الشمال، لأن عادة تكون تيارات باردة من هذه الجهات. وإن أمكن مثلا عمل سور أو جدار أو حاجز من القصب أو من الأشجار، هذا فيما يخص مصدات الرياح. تاسعا: كذلك عند وضع الخلايا تكون المسافة بين الخلية والأخرى على الأقل يعني 50 أو 60 سنتيمتر. قلت ثامنا: يعني عند وضع الخلايا تكون المسافة بين الخلية والأخرى 50 إلى 60 سنتيمتر. تاسعا: في الصيف يجب عمل مظلات بارتفاع مناسب، مثلا 2.5 متر، لحماية خلايا من الشمس الحارقة. وكما نعلم بأن لما ترتفع كثيرا درجة الحرارة أو تكون يعني أشعة الشمس مباشرة على الخلايا تؤدي إلى ذوبان الشمع، وبالتالي رحيل الخلايا ورحيل النحل وهلاك الخلايا، وكذلك الإطارات كاملة، يعني إطارات الموجودة بداخل هذه الصناديق. الشرط العاشر والأخير: عمل سياج للمنحل، خاصة إذا كان في الجبال أو المناطق كما تكون بعيدة جدا، أو في حتى في الجبال، لمنع الحيوانات بالدخول إلى المنحل. وممكن هناك يعني حيوانات تدخل المنحل وراح تسقط الصناديق إلى آخره. كان هذا الدرس الأول بعنوان شروط إنشاء منحل. دمتم في رعاية الله وحفظه، وانتظرونا في الدرس الثاني في المرة القادمة إن شاء الله، وإلى اللقاء.